بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو جديد وحلقه جديده واستوديو بروفيسور. النهارده هنتكلم عن ماتش الاهلي والمقاولين العرب في منافسات الدوري العام الممتاز لموسم 2021 22 2023. الماتش اللي انتهى منذ لحظات بفوز النادي الاهلي، فوز غالي جدا هو 2-1. في البدايه بحب احيي فرقه المقاولين العرب، مش عشان الماتش بتاع النهارده، على الموسم اوفر. فرقه محترمه جدا، فرقه عندها لعيبه شباب، فرقه ما عندهاش نجم تحس انه نجم لامع او لعيب خبره او كل الكلام ده. هي مجموعه او توليفه عملها كابتن شوقي غريب، ابتدى معاهم من اخر 6 ماتشات السنه اللي فاتت وكانوا مهددين بالهبوط، وقدر بمعجزه انه يخليهم في الدوري. السنه دي بيبتدوا بلعيبه معظمهم لعيبه شباب، وادي اللعيبه الشباب وادي قطاع الناشئين اللي احنا بالنادي دايما ونقول احنا عايزين نشوف اللعيبه اللي بتطلع من تحت، اللعيبه اللي بتطلع من قطاع الناشئين او الشباب. عندهم لعيبه كتيره جدا، لعيبه محترمه، لعيبه بدنيه كويسه، عندهم محترفين بمعنى الكلمه، على قد امكانياتهم، على قد الفلوس، على قد الامكانيات، جايبين لعيبه افارقه عاملين لهم الفارق في الخبرات او في الالتحامات وفي القوه والسرعه. فرقه محترمه جدا. كان لازم اول حاجه ادي المقاولين العرب حقه، مش عشان الماتش بس ده بتاع النهارده، لا، على الموسم كله. فرقه بتلعب لاخر 90 دقيقه، ما بتيأس ما بتحبطش، فرقه جه فيها جولين ومع ذلك قدرت انها تستمر في الاداء وقدرت انها ترجع للماتش في نهايه الشوط الاولاني. الماتش بدأ في حراسة المرمى للنادي الأهلي محمد الشناوي في حراسة المرمى، قلبين دفاع عبد المنعم وياسر إبراهيم، باك يمين محمد هاني، باك شمال علي معلول، في النص حمدي فتحي ومروان عطية، قدامه على اليمين بيرسي تاو، في الخط الوسط المهاجم أحمد القندوسي اللاعب الجزائري المحترف الجديد اللي الأهلي جابه في شهر يناير، وعلى الشمال طاهر محمد طاهر. خط هجوم مكون من راس حربة وحيد وهو شادي حسين. ده يمكن التشكيل الاساسي او التشكيل اقرب للاساسي للنادي الاهلي، نتيجه ان في غيابات كتيره جدا، ابرزهم حسين الشحات اللي متالق في الفتره الاخيره، طبعا هيغيب لفتره طويله جدا، وده سلو بلدنا ان النادي الاهلي ما بيعيشلوش لاعب او ما بيعمرلوش لاعب يتالق. دايما تلاقي موضوع الاصابات ده اللي اتكلمنا عليه مرارا وتكرارا، ونصحنا النادي الاهلي انه يفتح فرع لمستشفى النادي الاهلي، مش فرع لنادي في الشيخ زايد او في تجمع او في الاماكن دي. ولكن مفيش فايده. الماتش بيبتدي بهديه من سيرد باك المقاولين العرب، وهو عمر فايد، ولعيب بالمناسبه كويس جدا جدا، بيعمل ضربه جزاء ساذجه بيحرسها علي معلول المتخصص في ضربات الجزاء، ولكن هو حطها مش حلوه، ولكن بايلات هي دخلت. المقاولين يقدر انه يرجع الماتش وبيستحوذ. الاهلي مفيش خطوره حقيقيه، تحس ان الاهلي بيعمل بروفا لماتش سان داونز. في بعد تقريبا نص ساعة كرة مرتدة من باصة محترمة جدا لمروان عطية على ما أتذكر، ينطلق محمد هاني وبيلعبها الكرة بالعرض، بتخبط في فاروق نور الدين السيرد باك بتاع المقاولين، ويبقى الجول التاني للنادي الأهلي. 2-0، نتيجة مريحة نفسيا، وتقدر إن أنت تعمل كل التغييرات والتشكيلات اللي أنت عايزها، تقدر تلعب بأريحية. ولكن يأبى لعيبة النادي الأهلي إن هم يطلعوا الشوط الأولاني 2-0 ويدوا لنفسهم الأريحية والأفضلية النفسية، طبعا كالعادة من خطأ في التمركز لعلي معلول اللي هو بقاله معانا 6 7 سنين. احنا مش عشمانين في علي معلول انه يعمل تغطية عكسية. بيحط لاعب المقاولين العرب كرة محترمة جدا وجميلة جدا بالراس، ويقرب النتيجة تبقى 2-1 وينتهي الشوط الأولاني عند نتيجة ال 2-1. الأهلي بيدخل الشوط التاني، مش هقول لك بأداء تجاري ولا النادي الأهلي بيفكر في ماتش سان داونز، لا، هو ده النادي الأهلي الفترة اللي فاتت كلها. النادي الأهلي فيه تراجع كبير جدا في مستويات معظم اللعيبة، بيسيب الكرة للمقاولين او المقاولين هو اللي بيستحوذ على الكرة. المقاولين ملوش فرص حقيقيه، ملوش فرص خطره، ولكن دايما السكند بول مع نادي المقاولين العرب 45 دقيقه تانية، عكس الشوط الاولاني كان فيه كوره وكان فيه اداء. النادي الاهلي ما بيجيلوش تقريبا ولا كوره في الشوط الثاني، مفيش استحواذ، مفيش عرضيات، مفيش تصويات، مفيش اي حاجه خالص. تغييرات ما بتعملش اي فارق فني في الملعب، غير ان انت بتبان ان انت بتدافع قدام المقاولين، عايز تضيع وقت، بتنزل رامي ربيعه يلعب الثلاثه 5-2، بتنزل محمد اشرف بتطلع طاهر، بتنزل قفشه وتطلع قندوسي. يعني كلها تغييرات لاستهلاك الوقت، مش تغييرات حتى تحس ان فيها جديه، ان انت عايز تطور من الاداء تعمل اي حاجه. الماتش بيخلص 3 نقط مهمين، فوز معنوي كويس، كل الكلام ده. طبعا هتطلع تلاقي الميديا والاعلام بيتكلم على ان النادي الاهلي كان بيفكر في ماتش سان داونز، النادي الاهلي بيلعب باداء اقتصادي عشان ما يرهقش بدنيا. طبعا
لان مسافر النهارده المفروض او بكره بالكتير لازم يسافر على جنوب افريقيا على طول، يقدر ياخد على الاجواء اللي في جنوب افريقيا، سواء من فرق توقيت او يعني مستوى الاكسجين او الحاجات اللي احنا الحجج والاعذار دايما اللي بنسمعها. الاهلي بيلعب الظهر، الاهلي بيلعب معرفش على ملعب عامل ازاي، سان داونز فتح الباب قدام جمهوره انه يدخل ببلاش. فرق جنوب افريقيا فرق كيوت، فرق كويسه، فرق مش شرسه، فرق مش مؤذيه، فرق بتلعب كوره من اجل الكوره، وبتلعب كوره ممتعه. مش فرق اللي بتلعب الكره الخشنه، ما عندهمش رخامه، لا هم عندهم كره حقيقيه بيلعبوا من اجل المتعه. جمهور جنوب افريقيا جمهور برضو هادي، مش جمهور متعصب، مش بيعمل شغب، مش زي مثلا جمهور السنغال مثلا لما كان منتخب مصر بيلعب قدام السنغال في تصفيات كاس العالم. لا، جمهور مسالم، جمهور حتى مش انترستد في الكوره قوي، هي اللعبه تقريبا الثانيه او الثالثه بالنسبه لهم، مش اللعبه الاولى، مش اللعبه الشعبيه الاولى في جنوب افريقيا. سريعا ومش هطول عليك قوي، لان انا عارف ان الناس ممكن تبقى راجعه من اشغالها، الناس مش فايقه قوي، الماتش ما عجبش معظم الناس، ولكن هو ده الواقع اللي احنا بنعيشه بقالنا سنتين ثلاثه. الجيل ده ما عندوش من الخبرات، او ما تحسش ان هو حاسس بالنعمه اللي هو فيها، ان هو لابس الشيرت الحمراء، ان هو في النادي الاهلي، ان هو في الكيان. هو الجيل معظمه لعيبه مش في دماغها الكوره قوي، او مش فاهمه الكوره بالمنطلق الصح، مفيش مواهب، جيل مرتزقه بشكل عام. في بعض اللعيبه يعني على استحياء كده في الدوري اللي تقدر تقول ان هم دول لعيبه محترمه، عدا ذلك كله شبه بعضه، مفيش اي فوارق فنيه ما بينهم كبيره في الملعب، غير بس انها ارزاق، ان ده بيلعب في الاهلي وده بيلعب في المقاولين، ده بيلعب في الزمالك، وهكذا. اخطاء لازالت موجوده عندنا، مشاكل في العرضيات، الكور الطويله اللي بلا عنوان برضو ده بنعتمد عليها بشكل كبير جدا، مفيش تطور ملحوظ. مهم انك انت تكسب الماتش ده، ماتش مزنوق ما كانش ليه لازمه، ولكن انا اتبسطت جدا ان الرابطه اصرت على انها تخلي الاهلي يلعب الماتش ده، برغم ان هو هيواجه صعوبه في ان هو هيتحط له ماتش اضافي او ماتش في توقيت رخم قوي. النهارده الهلال بيكسب كوتون سبورت 2-0، وبيصعب المجموعه جدا على النادي الاهلي. النادي الاهلي ما عندوش حل غير انه لازم يا يتعادل يا يكسب، لكن اوبشن انك انت تخسر ده مش اوبشن بالنسبه لك. الهلال وصل لتسع نقط، يحتاج نقطه او اتنين عشان يتاهل، مش اكتر. عنده سان داونز في السودان، وعنده النادي الاهلي في القاهره. طب هنفترض ان الاهلي دلوقتي بوضعيه المجموعه عنده 4 نقط، والهلال السوداني عنده 9 نقط من 4 ماتشات، وسان داونز عنده 7 نقط من 3 ماتشات. القطن خلاص هو بره، رسمي رسمي، ما فيهاش كلام. فانت عندك ماتش القطن الكاميروني لازم تكسبه، ده من المسلمات يعني، ده مش اوبشن. فالنادي الاهلي هيبقى 7، بس هو دلوقتي الاهلي لو كسب سان داونز هيبقى 7، سان داونز 7، الهلال 9. نيجي المرحله اللي بعدها، الاهلي هيلاعب القطن، يكسب نقول هيبقى 10. سان داونز والهلال في السودان، لو الهلال كسب هيبقى 12 ويتاهل، وسان داونز يمسك السلك. ولو سان داونز كسب هيبقى 10 9، يعني الهلال هيجي هنا القاهره متكهرب برضه، وهيخاف انه يخرج، واي نتيجه غير الفوز انه يفوز على الاهلي في القاهره هتصعب مأموريته تماما. اذا الاهلي ما عندوش حل غير انه لازم يا يتعادل يا يكسب. طب الاهلي يتعادل، الاهلي هيبقى ترتيب المجموعه كده كالاتي، هيبقى الهلال السوداني 9 نقط، سان داونز هيبقى 8 نقط، الاهلي هيبقى 5 نقط، والقطن طبعا بره. طيب جينا بقى المرحله اللي بعدها، الاهلي هيلاعب القطن، الاهلي هنفترض انه هيكسب، يبقى وسان داونز والهلال. طب لو خدت السيناريو الاولاني الهلال هيكسب عشان على ارضه بين جمهوره والحاجات اللي احنا عارفينها دي، ولو انه مش هيلعب بجمهور، الهلال هيبقى 12، سان داونز هيفضل 8، والاهلي هيبقى 8، والقطن برده بلا نقاط. الجوله اللي بعدها الاهلي هيلاعب الهلال، هيبقى الاهلي لو كسب هيبقى 11، الهلال هيبقى 12، يبقى دول يعدوا. وبصرف النظر بقى عن نتيجه ماتش سان داونز والقطن، طبعا سان داونز هيكسب، فكده هتصعب المهمه على سان داونز، انه لازم هو والهلال يخبطوا في بعض، وافضل نتيجه ليهم ان هم يتعادلوا مع بعض. مجموعه الاهلي اصعب، انا بتوقع ان النادي الاهلي بالمنظر ده والطريقه دي لازم يبقى مخلي باله كويس جدا ان فريق سان داونز مش بالفريق المرعب، بس لازم تلعب دفاع كومباكت. يعني ما ينفعش انك تعمل ضغط امامي وانت سايب نص الملعب. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. طب هنخلص سريعا عشان ايه نلحق العشاء.
تمام. يبقى النادي الاهلي لازم انه يلعب ماتش سان داونز دفاع كومباكت، بيتحرك ككتله واحده وكواحده واحده، عشان يقدر انه يخلق مساحات في ظهر لعيبه سان داونز. لازم يركز جدا. مش هنتكلم عن ماتش الاهلي النهارده، مش هنقيمه فنيا، وهنمشي مع موجه معلش، ولو ان انا مش مقتنع وعارف ان انت مش مقتنع، ولا انت مقتنع ان الاهلي بيلعب بالاداء التجاري، لان هو ده اداء الاهلي الثابت معانا. نشوفكم ان شاء الله بعد مباراه سان داونز. استنونا في حلقه خاصه جدا قبل موقعة سان داونز دي، هنتكلم فيها عن ابرز نقاط القوه والضعف لفريق سان داونز، وابرز نقاط القوه والضعف لفريق النادي الاهلي، وتوقعاتنا للمباراه. اشوفكم على خير ان شاء الله، تصبحوا على خير. السلام عليكم.